يشق يعني حد من الجامدين جدا يعني. ياه. وكان بيشتغل بقى في الجامعه وياخد أوكي. مراكز اولى وبتاع. وهو بيمثل. هو بقى بدأ يمثل وبقى نجم، فبقى أوكي. التمثيل يعني الاخراج ده في الجامعه بيعملوا كده أوكي. بمزاجه يعني، بس حلو. لو جاله شغل طبعا ما من باي باي. فبدأ معانا مسرحيه اسمها ليله مسرح جيفارا، وبروفات وقاعدين وترابيزه وبتاع، وقعد معانا شويه كده حلوين، واحنا قاعدين عشان احنا الجداد فما بنقولش حاجه قاعدين، لغايه اما مره قال لك طب نسمع الجمله دي من محمد رضا. ففاجئني، فانا طبعا بشوف اللي قاعدين بيقروا قرايه جرايد ومش عارفين يمثلوا. تعال. فانا بقى ايه انفجرت سخنت. الجمله بتقول في كل مره القاتل مجهول القاتل مجهول، فانا رحت في كل مره القاتل مقتول القاتل مقتول. فلقيت لك الترابيزه كلها وقعت وانا مش عارف يضحكوا على ايه. مظبوط. اهو نيرف اهو. ما حلوه. فقعدنا نضحك بقى، واكتشفت بعد كده ان هي مجهول مش مقتول. مش مقتول يا حاج. فالحمد لله يعني دخلنا بعد كده، يعني هو اعتذر وما عملناش المسرحيه دي، فجالنا الاستاذ احمد مختار المذيع اللي كان بيعمل اماني واغاني. ده استاذ كبير جدا في التدريب والتدريب اعداد الممثل والحاجات دي. اوكي. فدخلنا اول ما بدانا قال لك هنعمل تدريبات اعداد ممثل، وعمل لنا مسرحيه اسمها مشعل الحرائق لماكس فريش. قلت له المسرحيه طبعا اتقسمت على الناس القدام، هم اللي عملوا الادوار، وفي كورس بقى. بقيتوا انتوا. بقينا انا ومحسن بقى كورس، ومحسن بقى متذمر، يعني احنا كورس، احنا بنعمل حاجه احنا. فانا بقول له انت بتستعبط، هو احنا اي كورس؟ وبعدين الراجل مدينا كل واحد مشهد صغير برضه، فمعتمد علينا. وبالفعل احنا استفدنا جدا يعني. عارف اما تفتح عينيك كده على حاجه اسمها تدريبات اعداد ممثل طبعا، والمساله ما يبقاش مش مجرد تحفظ وسكه تانية مش حافظ كلمتين وتقولهم. لا، ده موضوع كان كبير جدا. طبعا هي فكره اعداد الممثل دي في ناس بتعملها بضمير بجد، وفي ناس بتعملها، وفي ناس تقول لك خلاص انا بعمل التدريب وخلاص زي ما هم عايزينه وعدي الناس وخلينا نخلص. لا، بس هي يعني كانت مفيده جدا. وعملنا المسرحيه دي وخدنا درع الجمهوريه، يعني احسن عرض في جامعات مصر. بسم الله ما شاء الله. مشعل الحرائق. فبدانا بقى في سنه اولى. غريت تاني. طبعا. انا بقى ساعتها انا كنت عامل مشهد كده كان بيجيب ضحك في الصاله. اوكي، فانا تمام. دخلنا عملنا مسرحيه بعد كده برضه نفس الاستاذ احمد مختار، بس كان اسمها كيف اطفاء الحرائق. لا، كيف يتم تخليص السيد موكن بوت من آلامه. اوكي، ده الاسم. بيتر فايس. اوكي. المسرحيه دي يعني كنا عاملين فيها مجهود ضخم جدا، بس خدنا تاني ما خدناش اول. بعد كده جه خالد الصاوي بقى. اوكي. كان منتسب، هو خلص حقوق يعني، فعايز يلعب مسرح، فراح منتسب عندنا في آداب. عملنا مسرحيه من المسرحيات بقى اللي هو ايه، راح مديني دور مهم. احنا ثلاث ممثلين، انا واحد فيهم يعني. مسرحيه فيها بعد فلسفي وعميقه يعني. حلو. وبتدور في مستويين في الدراما، مستوى في الواقع ومستوى في الحلم. موضوع كبر مننا. ايه يا استاذ خالد؟ اهدى. وخالد بقى بجد ما عندوش هو هزار، بنشتغل. فعملنا المسرحيه دي، وجت الدكتوره منى ابو سنه، دي استاذ في الادب الفرنسي في جامعه عين شمس، وام نوره امين. نوره امين دي كانت معاها في الكليه، وهي طبعا دلوقتي في المانيا بتعمل